السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام دايما. النهاردة درس جديد من سلسلة اتعلم كمبيوتر، هنتكلم فيه عن ازاي نقدر نرجع ملف احنا مسحناه قبل كده. طيب، علشان نرجع ملف احنا مسحناه قبل كده هنتكلم وهنشرح وهنقول الطريقة دي عملي دلوقتي. يلا بينا. طيب، عندنا اول حاجة الملف اهو قدامنا، ده الملف. طيب، بندوس عليه وندوس على كليك يمين ديليت. طيب، احنا كده حذفنا الملف اللي قدامنا دوت. طب عايزين نرجعه مكانه زي ما كان موجود، بنروح على الريسايكل بين او سلة المهملات ديت، نقف عليها ونفتحها، بنلاقي اسم الملف اللي احنا حذفناه، فبندوس عليه كليك يمين. عندنا كلمة ريستور، بندوس على ريستور، او لو احنا عايزين بنرجع كل اللي في السلة ندوس على ريستور all items، او ان احنا لو مختارين items معينة بس فندوس على ريستور the selected items. يبقى ريستور all items ديت هترجع لي لو انت عندك فايلات كتير ممسوحة في السلة وعايز ترجعها زي ما كانت ما تمسحهاش، فانت تدوس على ريستور اول ديت. لو انت عايز ترجع فايل واحد مثلا او شوية فايلات مع بعض فتحدد الفايلات دي وتدوس على ريستور ذا سيلكتد ايتمز، او ان انت تقف على الفايل اللي انت مسحته وتدوس عليه ريستور. طيب، تعالوا نجرب نعمل ريستور كده. عملنا ريستور، هنلاقيه اختفى من الريسايكل بين او سلة المهملات، وبعدين نيجي على الديسكتوب هنلاقيه مكانه زي ما هو موجود معانا على الديسكتوب. طيب، انا بقدر معلومة كده صغيرة، انا بقدر ارجع الملفات اللي انا عملت لها ديليت. بس ليه؟ لان هي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات احنا عندنا طريقتين بنمسح بيهم. في واحدة مسح نهائي من على الجهاز، وفي واحدة اللي هي تقدر تمسح والملفات دي بتروح لسلة المهملات. طيب، لو انت لو دوست على ديليت، زرار الديليت اللي في الكيبورد بس، ورحت مسحت، فهتلاقي الفايل راح لسلة المهملات. انما لو استخدمت الطريقة شيفت ديليت فانت مش هتقدر ترجع الفايل اللي انت مسحته ده تاني. عشان كده في البداية لو انت لسه بتحتاج الفايل ده تاني، او انت شايف ان انت ممكن تحتاج الفايل ده تاني، ما تعملش شيفت ديليت، اعمل ديليت وخليه في ريسايكل بين فترة، بحيث ان انت لو احتاجته بعد كده تقدر ان انت توصل له. لو ما احتاجتوش تقدر بعد كده تفضي السلة. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك الفيديو متنساش بقى تشترك في القناة، تدينا اللايك والشير والسبسكرايب الجميل. شكرا لك.